اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يا صباح الفل او يا مساء الفل على حسب ما بتشوفوني النهارده او دلوقتي. النهارده بقى ايه يا زوزو؟ انت هتلخبطي في اول الفيديو. صباح الفل يا زوزو، صح صح. اه والله العظيم انا عايزه اقول لكم ان انا بسجل لكم الفيديو ده الساعه 7 الصبح، بعد ولادي ما مشوا بقى كده. قلت اقعد بقى ايه اسجل لكم الفيديو قبل ما اقوم اعمل ايه الحاجه اللي اعملها في البيت. تعالوا اقول لكم كده احنا هنا بنعمل ايه. انا هنا بعمل كريم شانتيه. انا خدت كوبايتين 3 كوبايات ميه متلجه، كوبايتين كريم شانتيه خام المتحده ريتش افضل نوع، خدت معلقتين كريم باستري، معلقتين بودره، وخدت 8 معالق سكر ماشي، وباكت فانيليا. كل ده على بعضه وايه، وهسيبه ايه يتضرب كده بالمضرب الكهربائي بالعجان زي ما انت عايزه، المتاح عندك هتشتغلي بيه. انا معايا هنا الكيك مقاس 30 في 40، هعمل تورتايه بالصوره السكريه مقاس 30 في 40. طيب قولي لنا مقادير ايه يا زوزو وانت بايه وانت بتحضري كده الكيك عشان تقطعيه. مقادير ال 30 في 40: كيلو دقيق اسبونج جاهز، 12 بيضه، باكيتين فانيليا، معلقه خل، معلقه محسن جل، وكوبايه ميه، ويفضل تكون ميه ساقعه. خلاص كل دول اتضربوا وحط ايه، حطيت النص نص الخليط في نص في نص الصينيه، وبقيه الخليط حطيت عليه معلقه كاكاو وايه عشان اعمله سبونج شوكولاته. او ممكن تضربي نص فانيليا نص لوحده. النص بياخد 6 بيضات ونص كوبايه ميه ومعلقه فانيليا ومعلقه خل ومعلقه محسن جل صغيره، وتحطيهم في نص الصينيه. وبعد كده تضربي تاني نص شوكولاته برضو بنفس المقادير وتحطيه في النص التاني. براحتك ايا كان بقى تشتغلي ايه اللي يريحك هتشتغلي بيه. بس صراحه يفضل ان الصينيه دي تاخد كيلو وربع. لو كيلو وربع هتديكي الطبقات احلى من كده كمان. تمام. زي ما انتم شايفين احنا ضربنا الخليط كله ودخلناه الفرن، قعد ساعه. بعد ساعه بعمل له اختبار كده بالخله. شايفين الاسبونج عامل ازاي؟ بعمل له اختبار بالخله، لو طلعت نظيفه تمام بخرجه وبغطيه. انا كده عاملاه قبلها بيوم، بشتغل في الاسبونج تاني يوم. زي ما انتم شايفين كده قسمتها بس عشان اعرف اقطعها بالمنشار. لما عندكيش المنشار دوت وعندك سكينه اللي هو الطرنش هتشتغلي بيه عادي برضه. اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين كده اهم حاجه ان احنا نشتغل فيه تاني يوم. ينفع تشتغلي فيه في نفس اليوم، بس الكلام ده بقى لما يخش الشتاء علينا جامد، ومش اقل من 3 4 ساعات لحد ما يبتدي يبرد ويهدى. طب لو انت عايزه تخليها كلها في نفس اليوم، هتعملي نفس الخليط وتوزعيه على 3 سيجان الصاج 30 في 40. يا دوبك مفيش نص ساعه او ساعه بالكتير هتبتدي تشتغلي بيه. انا هقرب لكم بس الكاميرا، شايفين الطبقات بتاعه الكيك؟ لو كيلو وربع بقى الطبقات كانت هتبقى احلى واجمل من كده. آه انا عايزه اقول لكم دي القعده ديت مقاس 30 في 40. ما رضيتش اجيب القعده الفلات. ودي كانت عندي بصراحه فقلت اشتغل عليها. بصوا الكريم شانتيه نقعد نضرب لحد ما يوصل للقوام ده. عبيها بقى في كيس حلواني او كيس نايلو ايا كان بقى انت حابه تشتغلي بايه. التورتايه دي بقى مش عاملاها بقلب، مش عاملاها بحب ولا بقلب، لا يعني عارفين كده اللي هو ايه، قلبي هو اللي بيعملها. يعني مش عارفه اوصلها لكم ازاي صراحه. يعني اكيد كلكم ربنا يحفظ لكم امهاتكم يا رب. لما تقفوا تعملوا حاجه لامهاتكم بتعملوها بقلبكم بجد والله. فعلا طلعت بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا يا جماعه، ماما مش من الناس، لا ماما من الناس اللي مش اي حاجه بتعجبها. يعني لما تقول على الحاجه دي حلوه يبقى انتوا تاكدوا ان الحاجه دي فعلا حلوه. ماما من الناس اللي لا مش الحاجه تعجبها بسهوله. قال والله العظيم قالت لي لا يا عزه التورته اللي انت عاملاها حكايه، طعم وقوام وشكل، لا تحفه تحفه تحفه. الحمد لله يا رب يراضي قلبك يا امي زي ما رضيتيني كده بالكلمتين دول. انا عملت ايه بقى، كل الكلام ده هنحكي فيه بعدين. عملت ايه، حطيت يا دوبك شويه كريم شانتيه كده على البورد عشان بس تمسك لي اللهم صل على النبي، عشان تمسك لي الكيك بتاعي في القاعده بتاعتي. زي ما انتم شايفين
حطيت سبونج وحطيت التشريبه، وبعد كده نزلت بالكريم شانتيه. التشريبه انت بتشربيها ايه يا زوزو؟ انتوا عارفين السيرب بتاع البسبوسه الخفيف هو ده، يا اما عسل نحل متخفف بميه. كل حاجه هتشتغل معاكي. لو انت حابه بقى لبن او كمبوت شغال، مش هيقولك لا. بس بصراحه يا جماعه اللبن والكمبوت مالهمش روح، بيحمضوا التورته بسرعه. انما اللي احنا بنعمله ده، لو التورته بتاعتك قعدت اسبوع عندك في التلاجة، طعمها هو هو، ولا ريحة ولا طعم وحش ولا اي حاجة. يعني حتى في ناس كانت لسه بتسألني ان هما لما بيجيبوا التورتة يعني من الحلواني، تاني يوم بيبقى ليها ريحة والطعم بيتغير. قلت لهم هو ده الفرق بين الحاجات اللي بتتعمل في البيت والحاجات اللي بتتعمل في المحل. هما هناك بيسقوا كمبوت. الكمبوت المية الكمبوت اللي بتفضل من الكمبوت الخوخ والاناس اللي هم بيزوقوا بيه، فبيسقوا بيها. فده غلط، ده غلط غلط غلط. انت لو انت هتضمن ان هي تتاكل في نفس اليوم، اسقيها لبن او ميه كمبوت عادي شغال معاكي، مش هيقولك لا. انما فكره ان هي تقعد يومين تلاته دي في التلاجة، لا انسي، الطعم بيتغير والريحه بتتغير. انا بقى بعد ما خلصت كل الطبقات بتاعتي كده، كان نفسي والله تطلع 4 طبقات. انما زي ما قلت لكم، لو زودت ربع كيلو هتطلع الطبقات احلى من كده كمان. ببتدي بس كده اسوي الطروف. الطروف دي بقى بتبقى ناشفه، بيبقى فيها فتافيت، فاهمين؟ فبتتعبني في التجليس. فانا كده ايه سويت الطروف زي ما انتم شايفين، عشان كمان لو في حاجه ناشفه تتشال ما تضايقش اللي بياكل. ببتدي كده بس انضف البورد. انا عايزه اقول لكم بعد ما خلصت، هي بصوا البورد بالظبط 30 في 40. هبتدي بقى ايه بالكيس الحلواني كده اوزع الكريم شانتيه. لو انت مش حابه بقى بكيس حلواني وحابه تعمليها بالاسباتيولا، تمام. الفيديو ده فيه يعني ايه فكره تزيين حلوه، وازاي تحطي او ازاي تستعملي الصوره السكريه. عشان انت لو حابه تعملي تورتيه في البيت ما تحتاجيش بقى ايه لاي حاجه. انا عايزه اقول لكم والله العظيم، ودايما بقول كده، اعملي الحاجه في البيت هتطلع احلى واجمل من الجاهز. غير الفرحه اللي انت هتدخليها على قلب اللي انت بتعمليه التورتيه. ايا كان بقى بتعملي التورتيه دي لابنك، لجوزك، لبنتك، لمامتك، لاختك، لصاحبتك، لاخوكي، بتفرق قوي. يعني انتوا جربوا كده تعملوا، بدل ما تخشي على حد واخدين بيبسي، فاكهه، الحاجات دي، جربي كده تخشي مثلا كيكايه، دستة جاتوه، صينيه بسبوسه، صينيه كنافه. والله العظيم فعلا بتفرق جامد. زي ما انتوا شايفين كده انا بقى ببتدي اجلس. طبعا هو اصعب حاجه في التورته كلها التجليس، ده اصعب حاجه. وخصوصا بقى لما تكوني عايزه ان التورته تطلع بيرفكت، تطلع مسطره. بس انت مع الممارسه مش هتبقى صعبه خالص. والفكره اللي انا هعملها النهارده يعني مش هتخليكي تحتاجي ان الجناب تكون متجلسه قوي يعني. التورته دي 30 في 40 تاكل كام يا زوزو؟ تاكل من 26 فرد ل 30 فرد. معقوله يا زوزو؟ اهو. والقطع تكون كبيره والله العظيم. انا الحمد لله بفضل الله يعني بألف هنا وشفا على قلبهم يا رب. انا قطعتها قطع كبيره. تقريبا كده احنا 20 فرد او 21 فرد. قطعتها قطع، القطع كانت كبيره، وفضل معايا كمان 8 قطع برضو كبار. يعني بقى احنا كده ممكن كمان نقطعها اكتر من 30. خصوصا السبونش بتاعنا عالي، مش زي بتاع المحلات، الى حد ما اعلى من اي تورته ممكن تجيبها من المحل. ابتدي بقى اجلس بقى كده واحده واحده وبالراحه. انا مش مسرعه لكم الحته بتاعت التجليس اهو زي ما انتم شايفين. لو واخدين بالكم في حتت من الكيك باينه. طبعا انا ما اهتمتش بحاجه زي كده. انا اهم حاجه عندي بقى في التورتيه دي السطح، عشان احط الصوره وتبقى مظبوطه. ما تبقاش فيها يعني حته عاليه حته واطيه. لازم ان انا على قد ما اقدر اسوي السطح. طبعا بقى هنا انا بروح اغسل السكرابر بتاعي وارجع ايه يعني اعمل تاني. دي بقى الكريمه. انا بقى عملت كوبايه كريمه ولونتها زي ما انتم شايفين. دي الوان الوان جيل ماجيك. عملت موف، عملت اصفر، عملت هو مش احمر،
ومش بينك، حاجه بين الاتنين كده. وعملت ابيض. انا حاولت اجيب الالوان اللي في الصوره، ببتدي كده ايه بسطر مايل عشوائي، يعني سيبكوا بقى حتى من سطر مايل، اعمليها عشوائي هتطلع شكل التحفه. شايفين بقى بدأت تظهر كده الايه، بدأ يظهر الشكل بتاعها. كانت جميلة، وكنت أول مرة أعمل الشكل دوت، وعجبهم جدا الحمد لله بفضل الله. مفيش حد شاف التصميم ده إلا وعجبه قوي. هنا بقى ممكن ايه تعملي نفس التصميم وتغيري في الألوان. أنا عملت هنا مثلا خطوط بس مايلة، ممكن انت مرة تانية تعمليها خطوط بس معدولة. ممكن تعمليها عشوائي. ممكن تعمليها ايه اللي هي زي الوردات، مش شرط روزيتات كده. بص بقى انت الفينش بتاعك، انت اللهم صل على النبي، انت بتفنشي زي ما انت عايزه. والله 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 انا لما جيت اشتغل في التورته دي ما كانش في تصميم. انا ما بشتغل اي تورته على فكره ما بيكونش في تصميم معين في دماغي، الا اذا كانت العميله طالبه شكل معين. تمام. بس انا فعلا في الشكل ده انا ما كانش في دماغي ان انا اعمل ايه. انا عايزه اعمل حاجه جديده، حاجه اغير. طلع في دماغي الشكل ده. دي صورة ست الكل اللي كانت في المصيف، فاكرين؟ انا نزلت الفيديوهات بتاعت المصيف. احنا اخترنا الصورة دي، هي حلوة قوي والوانها زاهية كده وجميلة. وزي ما انت شفتوا انا حاولت اجيب الالوان اللي موجودة في الصورة. انا بقى جبت الصورة ديت، عملتها طبعتها عند اي حد بتاع مستلزمات حلواني. ودي شوكولاتة بيضة متخففة بزيت. بس نصيحة بلاش الشوكولاتة الغامقة. تمام. او ممكن نعمل جناش ابيض، جناش بشوكولاته بيضاء، انما الشوكولاته الغامقه بتغمق لي الصوره. يعني دول نقطتين، في نقطتين مهمين جدا للصوره السكريه، دول السرين اللي احنا بنشوفهم في المحلات بره، ان او في المحلات الكويسه. فاهمين؟ الشوكولاته البيضاء متخففه بزيت، ده اول سر من الاسرار. واقول لكم السر التاني دلوقتي. بصوا بقى، طبعا حطيتها في التلاجة لحد ما عملت الصوره وسبت الصوره تشد. لازم الصوره تشد شويه ومش هتاخد وقت، خصوصا في وقت الشتاء اللي احنا فيه ده مش هتاخد منك وقت خالص. شايفين انا شلتها على ايدي ازاي؟ بحاول بقى اوسطنها على قد ما اقدر. سكنيها بقى، يعني ايه سكنيها؟ يعني حاولي ايه، دوسي عليها كده زي ما زوزو بتدوس كده واظبطها. ده السر التاني بقى. جيلي تلميع على البارد يا جماعه بيدي الصوره لمعه تانية خالص. جربي اعملي الصوره مره من غير جيل التلميع واعمليها مره بجيل التلميع، بيدي لمعه رهيبه ويدي زهيان كده للالوان، حلو قوي. لو احنا كنا حطينا بقى شوكولاته غامقه كانت الصوره كانت هتبقى اغمق من كده. انا كنت في الاول زمان كنت بحط شوكولاته غامقه، لحد ما شفت شيف حلواني عمل الطريقه دي قدامي. خلاص بقى انا من ساعتها وانا بعمل الطريقه دي في الصوره السكريه زي ما انتم شايفين. وممكن ما نستخدمهاش صوره سكريه، ممكن نستخدمها صوره عادي اللي هي الصوره اللي احنا بنطبعها في الاستوديو ونحطها، ووقت التقطيع نروح ايه شايلين الصوره ونبتدي نقطع بقى عادي. خلاص هبتدي بقى ان انا ايه هعمل بس كده برواز للصوره ابيض، واشتغل بقى بره بقى ايه كده عشوائي. يعني انا حطيت شايفين انا حطيت كده عشوائي جنب بعض. المهم ان في الاخر مش هخلي حاجه باينه من الكريمه اللي تحت. اظن مفيش اسهل من كده بقى. يعني لو فكرت تعملوا الطريقه دي، الديزاين ده سهل جدا، وما فيهوش بقى ورد، ما فيهوش روزيتا، ما فيهوش مثلا تجليس كتير، مش عارفه حطيت جناش، الحاجات دي كلها لا، كل ده تغيير. والالوان زي ما انتم شايفين زاهيه وجميله. والله اللي مجمل التورتايه اصلا ست الكل. انا يا جماعه بحب الصور السكريه قوي، في ناس ما بتحبهاش على فكره، بس انا شايفاها عادي يعني جميله والله حلوه. لا في ناس عندها فكره ان احنا التقطيع دي في حد ذاتها لا هم مش عايزين. هنا بقى كنت جايبه شويه، ابص بقى ورق الفاكيوم ده انا اصلا كنت جايباها، قلت اجيب ورق الفاكيوم والفها بيه، وفي الاخر قلت لا انا اغير ايه يعني انا قلت هجيب ورق الفاكيوم والفها بيه واشتغل بقى ايه اشوف ايه الفينش النهائي اللي من فوق. بس بصراحه جت الفكره دي في دماغي، وجبت شويه كريسبي كده وقلت انطره بقى. يعني بصوا عشوائي برضو على فكره، ساعات كتير الشغل العشوائي بيدي منظر تحفه.
التورته دي سهله جدا والله العظيم، ما خدتش مني وقت خالص. كنت جايبه بقى المولد السيليكون اللي هي في الحروف الكبيره دي، وكنت عاملاه بشوكولاته بيضه زي ما انتم شايفين. عملت هابي بيرث داي وحطيت حرفها في النص بين قلبين بس. شفتوا بقى سهله ازاي؟ هو الفيديو طويل شويه بس عشان فيه التفاصيل بتاعت الصوره و... وبتاعت الفينش النهائي. شايفين جمالها وحلاوتها؟ طبعا اللي مجملها مش ان زوزو اللي عاملاها، اللي مجملها ان هي بتاعت ست الكل. كل سنه وانت طيبه، ربنا يحفظك ويخليكي ليا يا رب، وما يحرمنيش منك ابدا، ويخليكي لينا ودايما عامر بحسك ومفتوح بحسك يا رب. الفيديو حلو قوي وسهل وبسيط. يا رب اكون كنت ضيفه خفيفه على قلبكم. يا رب دايما اشوفكم مبسوطين وتضحكوا. ما تنسوناش في لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم جدا جدا ورسالة تكبر بيكم، واقول لكم السلام عليكم واسيبكم في رعايه الله. السلام عليكم.